أهلا بيكم في ثالث حلقة من الحلقات التعريفية لبرنامج باب العز. النهاردة هنتكلم عن قسم تحليل البيانات. قسم تحليل البيانات هو المراية اللي بتشوف فيها صورة المكان كاملة، عشان القسم ده بيقدم لك تحليل شامل لكل بيانات المكان عندك، وتقدر تفهم أداء المركز عندك وتعرف نقط القوة والضعف عشان تشتغل عليها وتتطور بعد كده. النهاردة هوريك ازاي تستفيد من البيانات دي سواء في تطوير شغل الورشة أو في تحليل الأداء الفني أو المالي، وهتقدر كمان تطمن على أداء الفنيين والعاملين اللي معاك وتعرف آراء العملاء وملاحظاتهم على المكان. يلا بينا نبدأ. وزي ما قلنا في أول فيديو إن تحليل البيانات بيكون ليه رقم سري مخصوص غير الرقم السري الرئيسي للأبليكيشن، والرقم ده بيكون مع صاحب المكان بس أو من يختصه بإن هو يشوف البيانات دي. بيكون رقم سري مكون من 4 أرقام، بندخله وبندوس تسجيل دخول بالشكل ده، وكده احنا دخلنا على قسم تحليل البيانات. قسم تحليل البيانات بينقسم لأربع أقسام: قسم الحسابات المالية، وقسم التحليل الفني، وقسم أداء العاملين، وآراء العملاء. هنشرح كل واحد فيهم بالتفصيل. أول ما بتخش على قسم تحليل البيانات بتقدر تختار التاريخ اللي انت عايز تعمل فيه التحليل، من تاريخ بداية لتاريخ نهاية، وتقدر تعمل تحليل البيانات بتاعك خلال المدة دي. بتدوس اوكي هنا تحت كده، وبيبدأ ان هو يظهر لك تحليل البيانات في الفترة دي. قسم الحسابات المالية بنلاقي 3 كروت كده ب3 ألوان. الكارت اللي باللون الأخضر بيكون مكتوب فيه صافي الربح بتاع المكان، والكارت اللي باللون الأصفر بيكون رصيد المخزن، وده بيكون إجمالي قيمة قطع الغيار اللي عندك في المخزن دلوقتي بسعر الشراء اللي انت اشتريت بيه. والكارت الأزرق الأخير بيكون إجمالي الآجل، وده بيكون الرقم اللي عليك للموردين. البطاقات دي بتلخص لك أهم 3 أرقام في الحسابات المالية، وبتعرفك الوضع المالي للمكان بشكل سريع. وبعدين المخطط الدائري بتاع الإيرادات ده بيوضح لك الإيرادات بتاعة المكان جاية منين، سواء من مصنعيات أو من قطع غيار. وبعديه هنلاقي إجمالي المصروفات، سواء أجور أو فواتير موردين أو مصروفات يومية أو خصم لو عملت خصم العميل مثلا في فاتورة، ولو في سلفة من أحد العاملين، عشان تعرف برضو أنت أكتر مصاريفك رايحة فين. وبعدين عندنا رسم خطي كده بيوضح لك إجمالي رصيد المخزن بسعر الشراء مع الشهور من تحت، وبعدين عندنا رسم خطي تاني بيوضح لك صافي الربح خلال الشهور. وكده خلصنا قسم الحسابات المالية. نبدأ نخش على التحليل الفني. برضو بنقدر نختار التاريخ أو المدة اللي احنا عايزين نعمل فيها التحليل، وعندنا برضو 3 بطاقات. أول بطاقة اللي باللون الأصفر بتوضح لك عدد العملاء الحاليين، العملاء اللي موجودين عندك في المركز. وبعدين تاني بطاقة بتوضح لك العملاء الجدد اللي انضموا للمركز في خلال الفترة اللي انت اخترتها دي. ولو لاحظنا هنا هنلاقي الرقمين مساويين بعض لأن احنا مش محددين مدة معينة، فبالنسبة لي كل العملاء الجدد هم عملاء حاليين. وبعدين عندنا آخر بطاقة بتحدد لك عدد أوامر الشغل، يعني عدد الصيانات أو الحاجات اللي اتعملت في العربيات خلال الفترة اللي انت اخترتها برضو، أو الإجمالي بتاعها من ساعة ما بدأت تسجيل على الابلكيشن لحد النهاردة. والمخطط الدائري ده بيوضح لنا 3 حاجات: صيانات دورية، وصيانات أعطال، وبيع قطع الغيار. الصيانات الدورية بتكون مقسومة لاتنين، وهي صيانات دورية صحيحة وصيانات دورية مرتجعة، يعني عدد الصيانات الدورية اللي انت عملتها والعربية ما رجعتش تاني. وتاني حاجة عدد الصيانات الدورية اللي اتعملت ورجعت تاني بمشكلة في الصيانة الدورية. وبعدين صيانات الأعطال برضو بتنقسم لصيانات أعطال صحيحة وصيانات أعطال مرتجعة، لو العربية كانت جاية بمشكلة مثلا واتصلحت ومشيت سليمة، أو لو اتصلحت ورجعت تاني بنفس المشكلة بتتسجل إن هي صيانات أعطال مرتجعة. وعندنا عمليات البيع دي لو حد جه اشترى حاجة ومشي وخلاص. وبعدين عندنا رسم خطي كده بيوضح عدد العملاء الجدد خلال الشهور. وبعدين عندنا رسم بياني بيوضح أكثر قطع الغيار استخداما وأكثر الخدمات اللي بتتعمل عندك في المركز. وكده احنا خلصنا القسم بتاع التحليل الفني. نبدأ نخش على القسم الثالث وهو أداء العاملين. بنقدر برضو نختار مدة زمنية نحلل فيها البيانات بتاعتها، نفس الكلام. وبعدين عندنا مخطط دائري لكل فني بالشكل ده. المخططات دي بتكون متقسمة ل4 ألوان: صيانات دورية صحيحة بتكون باللون الأزرق، وصيانات دورية مرتجعة بتكون باللون الأخضر، وصيانات أعطال صحيحة بتكون باللون الأحمر، وصيانات أعطال مرتجعة بتكون باللون الأصفر. من خلال البيانات دي تقدر تعرف عدد الصيانات الصحيحة اللي عملها الفني، وعدد الصيانات اللي رجعت بمشكلة، وعدد الأعطال اللي هو قدر يشخصها ويصلحها، وعدد الأعطال اللي هو صلحها بس رجعت تاني بنفس المشكلة. ومن خلال المعلومات دي طبعا بتقدر تعرف مين عندك شاطر ومين عنده مشاكل ومحتاج تطوير في حتت معينة. آخر قسم معانا هو قسم آراء العملاء. بيكون عندك بطاقتين فوق كده، واحدة فيها عدد أوامر العمل والتانية بيكون فيها عدد الاستبيانات. عدد أوامر العمل دي طبعا عدد المرات اللي دخل عندك عميل عمل أي حاجة، سواء عمل صيانة في العربية أو اشترى قطعة غيار أو أيا كان، المهم إن طلع له فاتورة بالشغل يعني. أما الاستبيانات دي فدي اللي بيعملها العملاء، لأن العميل كده كده بعد أي عملية شراء أو صيانة بيعملها عندك بيتبعت له مع لينك الفاتورة لينك استبيان، عشان نعمل استطلاع رأي كده للعميل ونعرف مدى رضائه عن كل حاجة في المركز. بنلاقي هنا في المخططات الدائرية دي 3 ألوان: الأزرق يعني راضي، الأخضر يعني محايد،
والأصفر يعني غير راضي. والأسئلة اللي بيتسألها العميل هي إيه مدى رضائه عن مدة الانتظار، قعد وقت قد إيه وحس إن هو اتأخر أو اتعطل ولا لأ، وتقييمه لحسن الاستقبال، وفي نفس الوقت إيه مدى رضائه عن جودة الخدمة المقدمة، وإيه رأيه في سعر الخدمة، هل شايف إن هو كويس ولا وحش، وإن الحاجة اللي كانت محتاجة تتعمل اتعملت من أول مرة ولا احتاج يجي كذا مرة، وهل هيرشحنا لعملاء تانيين ولا لأ. وآخر حاجة عندنا في القسم ده هو الترس الخاص بقسم الإعدادات، ودي بتكون إعدادات خاصة بصاحب الورشة بس، بتكون موجودة في قسم تحليل البيانات بس عشان هو الوحيد اللي بيكون ليه صلاحية يدخل عليها. ندوس على الملف الشخصي دي كده، وبنلاقي إن هو يقدر يعدل أي حاجة في بيانات المركز أو اللوجو أو الأرقام السرية أو أيا كان. وبكده نكون خلصنا شرح قسم تحليل البيانات من أوله لآخره وبالتفصيل. نتمنى إن الشرح يكون بسيط وواضح. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. شكرا إنكم كملتوا للآخر، وربنا يديم العز عليكم، وسلام عليكم.